السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى الفيديو لقاكم مساكن ديما باحسن الاحوال. آه كتشوفوا المنظر. المهم اخواتي العاملات، ملي كتمشيو من هنا كتسافروا كتحطوا رجليكم يعني في اسبانيا. كتمشيو كتحطوا رجليكم في اسبانيا. ما كملتش معكم الفيديو. المهم كتوصلوا كما كاع العاملات كتوصلوا كيعطيوكم فلوس، كيسبقوا لكم فلوس باش غادي تقداو. يا 60 اورو يا 30 اورو، المهم اما 6000 اما 12000. بالنسبه للقدامات راه كيعرفوهم كيجيبوا معاهم، وداك الشيء كانوا في الاول كانوا كيعطيو 60 اورو يعني 12000 ريال. ومن بعد فاش عرفوا القدامات كيجيبوا معاهم الفلوس ولا كيكونوا يعني فايتين خدموا كيكونوا عندهم تجربه، كيجيبوا معاهم حتى يعني شي حاجه يعني الصالة اللي غياكلوا ولا غادي يدوزوا به ديك المده. ديك المده الاولى يعني غير واحد 15 يوم مثلا كتدي هكا باش كتقضي وصافي. المهم ولو كيعطيوهم 30 اورو اللي هي 6000 ريال صافي. ملي كتوصلوا كيعطيوكم كما قلت لكم فلوس، كيخرجوكم ديك الساعه تقداو ولا غدي فاش كتوصلوا كيخرجوكم باش تقداو. كديروا ريكارغا، كديروا يعني الكارطه فيها الكونيكسيون. كنصحكم ديروا دي جي، يعني دي جي مزيانه. كتدي لكم وما كتاكلش كونيكسيون ما كتبقاش يعني كل ساعه تبلوك عليكم، فهي مزيانه احسن من لي كارطو ديال الاخرين. صافي كتجلسوا كما قلت لكم تنظموا الحويجات ديالكم اللي جايبين، المانيطات ديالكم تخويو حويجاتكم. هكا معناتكم الا كنتو دايرين شي حاجه يعني براد ولا كوكوط ولا شي حاجه، المهم كتخويوهم كاملين. كتستفوا يعني داكشي ديالكم عادي، كتاخذوا البلايصه ديالكم، كتعرفوا الكوزينه فين هي، تعرفوا المطبخ فين هو، تعرفوا المطبخ هو الكوزينه يعني كنعاود لكم نفس هذا. المهم الماريو ديالكم راكم عارفين. حتى كتنظموا الحويجات ديالكم كاملين باش غادي تصبحوا للغد ليه، وكتعجنوا الخبيز ديالكم اللي غادي تصبحوا غدا خدامين. يعني كتوصلوا داك النهار كترتاحوا فيه، كتغداو كتنظموا حويجاتكم. من بعد كتوليو يعني عاد كتشوفوا الاشياء الاخرى. صافي هذيك اخوتي باش كتنظموا الحويجات ديالكم، كتعجنوا يعني الخبز اللي غادي يصبح عندكم للغد ليه باش غادي تصبحوا خدامين، ما غاديش تساليو عاوتاني تجيو من الخدمه وتعجنوا، كتهناو منها. هذه الاشياء الاولى اللي كتركزوا عليها يعني من بعد فاش كتوصلوا. صافي من الغد ليه خلاص هذاك يعني البوط ديال الخدمه كتكونوا دينوه من هنا ولا كتخرجوا حتى تما وتشريوه راه كاين. اما الاحسن تديوه من هنا باش كتقيسوا على رجليكم شنو يعني على حسب اللي كيجيكم، على حسب يعني النمره ديالكم اللي غتجيكم كتديوه معاكم من هنا. من الاحسن يعني واخا كتمشيو تما كاينين، ولكن شو باش طيحي في النمره ديالك ولا ما تلقايهاش ولا هذه، المهم من الاحسن كتديه من هنايا. صافي كتدي حويجاتك ديال الخدمه كتكوني موجداهم بالليل. حويجاتك ديال الخدمه كيكون واحد جوج ديال التونيات كيطماط وصافي، وكتدي عاوتاني الحويجات الاخرين ديال الدار باش كتجي عاود كتلبسيهم ديال الدار، كدوشي وكتلبسيهم. لان كما كتعرفوا خوتي الخدمه راه مكرفسه شويه، يعني ضروري كتدي حويجات ديال الدار وحويجات ديال الخدمه. هذوك حويجات ديال الخدمه ماشي يكونوا طوالين وكما كنقولوا مجحلين، ما يخليوكش كاع تمشي، ما يخليوكش كاع تخدمي في راحتك. حويجات كيكونوا تونيات يعني بالسروال، وكيكون الفوقاني ديالها يعني طويل حتى هو مستور. هادشي اللي كاين. والشيلان ديالكم على البرد، والكاسكيطات ديالكم على الشمس، وشي طرابش هكايا اللي غادي تحافظوا على راسكم من الشمس. هادشي اللي كاين. بالنسبه للاشياء الاخرى راه كلشي ساهل، كلشي تما. بالنسبه اللي غتشري ولا اللي غتحتاجو راه كلشي تماك، يعني هادشي كتهزو غير كتهزو يعني على حسب المره الاولى اللي كتجيكم شويه صعيبه وصافي ما كتكونوش مولفين. صافي راه كتمشاو على الخدمه ديالكم، داك النهار كتخدموا كتجيو كدوشوا، من بعد راه كتوليو يعني مسربسين على الخدمه ديالكم، عارفينها فوقاش غادي تخدموا، عارفين فوقاش هذا. كيعطيوكم النمره واحد، كيديروا لكم جروب كيبقاو يعلموكم على الخدمه، يعني واش كاينه غدا ولا ما كايناش. راه نتوما كيجيكم ميساج واش غتخدموا غدا ولا لا. المهم كانوا مقابلينكم المغاربه، راه نتوما كلشي كتفهموا، كانوا مقابلينكم يعني النصارى راه كيديروا لكم واحد الجروب واش خدامين ولا. المهم كتفهموا كلشي، من بعد كتوليو غاديين مسربسين في هاد الامور. ملي كتخدمي اختي وكتجي كتسبقي من حويجاتك، يعني كتحيديهم كدوشي
كتصلي صلاتك وكتحيدي عاد ديك الساعه الماكله اللي باقيه لك يعني طيبتيها البارح في الليل كتحيدي كتغداي حيت كتجي مع 2 ونص 3. كتغداي وكتولي عاد كتخمي يعني فشي حاجه اخرى اللي هي ديال الغد ليه عاود حتى كتتكاي شويه كتعطي راسك شويه د لاصياست شويه د الراحه باش كتقدري النهار الاخر عاود كتنوضي كتخدمي عاود يوم جديد. هادشي اللي كاين غنتبع معكم ولا غنكمل معكم فيديو اخر باش ما يجيكمش هذا طويل وتهلاو ليا في راسكم. والمهم اللي بغات شي حاجه راه تكتب ليا في التعليق وانا يعني كنبني عليها في الفيديوهات ديالي وكنجيكم يعني بصراحه كنعاود لكم كلشي الواقع تما اللي كاين من سلبيات وايجابيات راه حتى حاجه ما نخبيها عليكم. المهم هذا هو اللي كاين اخواتاتي وتهلاو ليا في راسكم الى فيديو قادم بحول الله.